يوم 31 أكتوبر سنة 99 طيارة مصر للطيران رقم 990 كانت متوجهة للقاهرة من مطار نيويورك، وكان على متنها 217 شخص. رحلة عادية، ناس نايمة، ناس بتتفرج، ناس مستنية توصل لأهلها. لكن اللي حصل بعدها خلى الرحلة دي تتحول لأكبر لغز في الطيران المصري. ازيكم؟ ودي أول حلقة من الحلقات الطويلة. بسم الله نبدأ. اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات أول ما تنزل. الطيارة أقلعت الساعة 1:09 بالليل، وكل حاجة كانت ماشية على العال. الطيارة طلعت على ارتفاع 33 ألف قدم، والجو كان كويس والكل مستريح. لكن بعد حوالي نص ساعة الطيارة اختفت من على الرادار ووقعت فجأة في المحيط الأطلسي. في الدقايق الأخيرة جوه الكابينة حصل حاجة مش مفهومة. نظام القيادة الآلي فصل والطيارة بدأت تنزل بسرعة جنونية، وفي السجلات رصدت جملة اتكررت كذا مرة. الجملة هي: توكلت على الله، توكلت على الله. واللي كان بيقولها الطيار جميل البطوطي قائد الطيارة. والجملة ديت عملت جدل سنين طويلة. لما أمريكا بدأت في التحقيق، هيئة سلامة النقل وصلت لنتيجة أنت ما تتوقعهاش. قالوا إن في تدخل من داخل كاميرا القيادة، يعني كان في حد من الطيارين كان مسؤول إن الطيارة تنزل بالشكل ده، هو اللي فصل أجهزة التحكم بنفسه وخلى الطيارة تهبط وتقع في المحيط. ده كان تفسيرهم، والنتيجة غيرت كل حاجة. رد مصر على التحقيق ده الرفض تام لكلامهم، ومصر للطيران والجهات الرسمية قالوا إن مفيش أي تدخل بشري، واللي حصل ده خلل في نظام التحكم. وقالوا إن العطل في نظام مهم في الطيارة هو المسؤول عن رفع ونزول الطيارة. يعني ممكن تكون الطيارة فقدت السيطرة أصلا قبل أي حاجة تانية. وهنا بدأ الخلاف الحقيقي. من هنا العالم اتقسم نصين، ناس مع التحقيق الأمريكي وناس مع التحقيق المصري. وبدأت البرامج ووسائل الصحافة تتكلم في الموضوع، وملاقوش أي تفسير نهائي اتفق عليه الناس. ناس بتقول إن ده خلل فني فعلا، وفي نظريات تانية بتقول إن الطيار حاول ينقذ الطيارة في اللحظات الأخيرة. وفي ناس بتقول إن أمريكا ما كانتش عايزة تعلن مشكلة عن الطيارة، لأن الطيارة من تصنيع شركة بوينج، وإلا سمعة الشركة تتدمر. يعني كل طرف شاف القصة من زاوية مختلفة. رحلة مصر للطيران 990 مش مجرد حادثة عادية، ده لغز وأسئلة كتيرة من غير إجابة. ولحد دلوقتي العلماء والمهندسين وحتى وسائل الإعلام محدش قدر يحسمها 100%. بس السؤال هنا، يا ترى إيه اللي حصل جوه كابينة الطيارة؟ خلل ولا قرار غلط من الطيارين ولا حاجة أكبر من كده؟ قول لنا تحت في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يوصل لك الفيديوهات الجاية.